إقالة الحكومة. بقات عندنا الثقة في الحكومة الحالية بالأخ نوش. الحديث عن الفساد في المغرب لم يبدأ مع التظاهرات الأخيرة، ف74% من المغاربة يؤكدون أن الفساد متجذر في أجهزة الدولة، وهو ما تتفق معه منظمة الشفافية الدولية. تقدر خسائر المغرب من الفساد بنحو 4 مليارات دولار سنويا، تشمل مؤسسات الدولة كافة، التنفيذية والتشريعية والحزبية. في البرلمان وجهت اتهامات إلى 30 نائبا بالاختلاس والتزوير واستغلال النفوذ، منهم 16 نائبا من أحزاب الأغلبية. تورط بعضهم في قضايا تتعلق ببيع تذاكر المونديال مثلا، وآخرون في ملفات التعدين والبناء غير المشروع. أما الحكومة فيصفها تقرير Freedom in the World بأنها من أكثر مؤسسات الدولة فسادا وسوء إدارة، وأن أي محاولة للإصلاح تواجه مقاومة من النخب المستفيدة من النظام القائم. وعلى رأس هذه الحكومة يقف عزيز أخنوش، رئيس الوزراء وصديق الملك الذي يلقبه كثيرون بإمبراطور المحروقات، إذ تمتلك مجموعته أكوا نحو 40% من سوق الوقود و60% من سوق الغاز في البلاد. شركات مرتبطة به فازت بعقود حكومية ضخمة، منها مشروع تحلية مياه الدار البيضاء، ما أثار شبهات تضارب المصالح بين السلطة الاقتصادية والسياسية. ويشير معهد واشنطن إلى أن الدولة المغربية تتبع تكتيك استيعاب النخب الاقتصادية الفاسدة أو الأوليغارشية بدل محاسبتها، ما يعزز شبكة نفوذ مغلقة تربط بين المال والسلطة وتجعل أي إصلاح حقيقي أكثر صعوبة.